قال لك طبعا غد عاد بغال. البطل قال لك الى حضن الوطن يا شباب. والله زعجت. طبعا يا شباب، والناس طبعا حيطلعوا لك يعني شنو يعني ساموراي وكده. طبعا قالوا انه هو كان يعني ساموراي وكده. انا والله حاسس يا شباب انه حميتي ذاته بعد كم يوم حتطلع لنا والله ساموراي. وفي النهايه يا شباب، ان احنا المواطنين ديل حنطلع الخيانه نحن طبعا. طبعا يلا في النهايه شفت الخاين الحقيقي، يلا نحن الشفشفون ديل يلا حنطلع الخيانه. والله يا شباب. المهم الله جعلها. وطبعا يا شباب بعد يومين حتشوفوا يعني الانجازات بتاعت بغال. قال لك طبعا كان اكبر يعني ساموراي، هو قال لك من انغذ الاله توت عنخ امون والاثار في المتحف السوداني من ان تضيع ويذهب التاريخ بتاع السودانيين. وطبعا ده غير قال لك هتطلع انجازات ثانيه. هيطلعوا لك انه هو طبعا اول زول دخل برج الاتصالات وطلع الداتا اللي فيها شهادات التسنين. السودان ما كله مواليد واحد 1990. والله يا شباب غايته. المهم الله جعلها شباب، وحضن الوطن طبعا بيشيل. يعني عملنا مشكله، لكن يا بغالة يا اخوي، انا احنا بقول لك الدنيا دواره. احنا كمواطنين يا اخوي والله ما عندنا مشكله، لكن يا اخوي عمك ياسر العطل كنت دقيقتين كنت لفيت بالعصايه ورافع يدينك فوق وشابكه تعال بيت امك، ده بيت امك تعال بيت امك. وسجل لي ذهب امك سجل لي بيت امك. يا اخوي احنا ديل خاينين. الدرار مع عمك، انت عندك هناك درون حار. وانا بحكي لك قصه بالمناسبه دي. يعني زمان في واحد رسول كساره جا نازل مارق. النغيب قال له زول مارق ماشي وين؟ قال له زول اللواء. قال له امشي. النغيب قال له ارجع زول على امك انت وين على ام اللواء ذاته. هذا الرسول طوالي مشى خش اللواء طبعا قاعد يبكي يبكي ويجهش بالبكاء. اللواء قال له مالك يا زول البات منو؟ قال له والله يا سيد اللواء انا جيت مارق. النغيب قال لي ماشي وين؟ قلت له ساعه اللواء اداني اذن. قال له الحظ شنو؟ قال له السيد النغيب قال لي يا اخي على امك وانا على الام ساعه اللواء. قال لي انا بكيتي دي ما زعلان لامي يا اخي انا امي على الام ذاته. انا قال لي زعلان لامك انت يا ساعه اللواء. هسه يا اخوي انا والله يا اخوي سرعت كمان بيجري فوق الشوك. انت تمشي تحلل هناك قصصك والله كريم. والحضن بيشيلها يا شباب. والزول ده ما بزول بقدر يزاله. عشان نكون واضحين الحضن ده ما شال كيكه لا يا شباب، خلاص بيشيل بقال. اي فرفره منكم قلت الزول ده ما نقبله كده طوالي حنبقى في قصه هامش ودوله 56 وعشان زورنا ده قصير وعشان داك لونه فاتح هتخش في جوهله. والقصه حزينه بتتجاسم يا شباب. الناس تقبلوا بس. الحضن ده مش قبل يا شباب، خلاص انتوا يا شباب وقت الحضن حق الوطن ده بقبل كده يعني بالرقراق كده. شباب ما تفتحوا الحضن ده خلاص كلكم يا شباب اقعدوا يا شباب. الناس تقعد عشان نقدر نبني السودان ده. الاهلي واحنا هنبني السودان 200. انتوا يا شباب الحضن ده الناس حيخش فيه بتشابس كده واحد واحد يعني يا شباب. الحضن ده نفتحه فتحه واحده يا شباب. كلكم اجمعوا هنا الى حضن الوطن يا ابناء السودان. جك سنها ست يا اخواننا. السودان داير يتبني والحضن ده كبير وكده الحضن بيتجاسف يا شباب. خلاص نفتح الحضن كاملا يا شباب ونجلس كسودانيين داخل هذا الحضن نبني وطن بتاع معلمين. نسوي شوارع وكباري ومدارس حقيقيه، نسوي مصانع، نسوي مويه وكهرباء، مشروع جزيره، مشروع رهد، نرهب الدنيا يا شباب. بعد نعمل وطن حق معلمين بعد ذاك مو مشكله يا شباب. الناس تطلع برا تشاكل تكمل باقي شكلها. انتوا كذا الحضن ده بيتجسر كده يا شباب. افتح الحضن ده كامل شغلت الرقراق. الزمن يا شباب الزمن الناس مشت. الناس بقت تعين وزراء بالذكاء الصناعي. الناس عملت المرشات الصناعيه والدنيا يا شباب. التسلا الناس العربات بقت بالكهرباء. الحكومه يا شباب افتحوا ان الوطن ده السيس خلونا الاهلي بالسودان. بعد ذاك يا شباب الناس ترجع لشكلها. انا في النهايه بقول لك سيد بغال والله مرحبا بك في حضن الوطن. حضن الوطن ده بيشيل يا اخوي على ساكت. اي زول داري يرجع حضن الوطن تعال. لكن بس عمك اللي انت كنت بسرع في بالعصايه دي انت دي شغلتك معهم. انا امهاتنا ديل ما في مشكله عافينا لك فيهم. لكن ساعه اللواء انا والله يا اخوي ساعه الفريق انا مو مرضي. شكرا جزيلا.